هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. اول شي خلوني بس انور مشان نشوف بعض. اوكي هاي. هاي اول ستوري باللوك الجديد. طبعا نزلت بوست انستغرام، بدي اياكم كلكم تروحوا تشوفوه لانه كتير حلو. هاي اول شغله. ثاني شغله، كتير مبسوطه باللون، وكنت خايفه من شغله بس انه يطلع اللون مو ظابط او يكون شعري او يتعب شعري بعد ما اسوي اللون، بس الحمد لله كله تمام وكتير مبسوطه. وشفت قد ايه ناس، عن جد شكرا كتير من قلبي على الكومنتات والحكي الحلو على لون شعري الجديد، حببتوني فيه اكثر. هي اول شغله. ثاني شغله، حابه احكي معكم عن موضوع كثير مهم، واللي هو الفيديوهات اللي عم تنشر على التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام عني. اول شيء في كثير فيديوهات صراحه بتضحك. اول شغله حابه احكي فيها اللي هي الفيديو انه انا عم بطلع تحت فستان شيرين، ولا عم بصور، ولا ما بعرف شو كان. اوكي اللي كان صاير اكثر من شغله بنفس الوقت. اول شيء انه انا كنت مصوره ستوري، فنزلت التليفون لانه من كثر الاضواء ما قادره اطلع، فنزلته تحت عشان قادر اشوف الستوري اللي صورتها. هاي اول شغله. ثاني شغله انه انا عم اطلع تحت الفستان. اللي كان عم بيصير، كان في بنت تحت الفستان عم تشلح شيرين الكعب، فانا عم بطلع هيك انا مصدومه انه كيف في بنت تحت، انه يعني امتى نزلت امتى طلعت. فانا صفنت هيك، وحياة الله يعني يا جماعه نفكر بمنطق. اوكي عادي نفكر بمنطق. اول شيء في جنبي مليون حدا، يعني اذا كنت عم افكر اصور تحت الفستان في مليون حدا عم يشوفني، فانه شو بدي افكر، شو بدي يكون بمخي يعني وقتها. هاي اول شغله. ثاني شغله انه حتى لو عم بصور تحت الفستان في يمكن شي 10 طبقات قماش غير الحاملينه، يعني الحاملينه نحن اخف قماشه واوريدي هي شفافه، فانه في تحت الفستان 20 طبقه. هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه انه لما طلعت علي شيرين انا ما كنت عم بضحك، وصرت اضحك. يعني العروس يعني احلى حدا بالمكان، واللي نحن جايين مشانه عم يطلع علي ويضحك لي، يعني طبيعي انه ابتسم انا واضحك لهذا الشخص. فبليز بطلوا اشاعات، بطلوا حكي، وارتاحوا. لانه يعني خلص انه الموضوع لو ما صار اوفر انا ما كنت حكيت، وانتم بتعرفوني انا مو من عادتي ارد، وانا اصلا ما كثير بحب ارد. انا بحس خلص انه هي شغله ترند او فيديو بيخلص، بس الحكي عم يزيد، وقلت لازم ابرر مشان الناس اللي ما فهمت تفهم. وشكرا كثير لكل حدا برر عني.